هنتكلم عن شهد واللي عملته مع جنة، وهنتكلم عن احمد رفعت الله يرحمه، وان الظلم والاذى النفسي ممكن يوصل للقهر وللموت. مساء الفل. ايه حكاية شهد سعيد وجنة عليوة؟ باختصار كده دول لاعبات دراجات وسرعة، سباق عجل يعني. كان في بطولة جمهورية من سنة تقريبا، واثناء البطولة شهد سعيد كان في قدامها لاعبة تانية اسمها جنة عليوة، وكانت سابقاها بحاجات بسيطة. راحت شهد جت من ورا جنة وشدتها من دراعها عمد وخبطتها بالعجلة وقعتها على الارض، وطبعا ده كان بسرعة 50 كيلو في الساعة، وده عشان جنة ما تكسبش، وكمان عشان جنة كسبت البطولة اللي قبل دي، وكان المتوقع يكسبها النادي بتاع شهد اللي مدربه هو المدير الفني للمنتخب اللي هو بيكافئ شهد وعايز يطلعها اولمبياد فرنسا. يعني الموضوع مش صدفه كده، ده الموضوع ليه خلفيات كبيره. المهم جنة وقعت وجالها فقدان ذاكره مؤقت، وعملت عمليات وركبت شرايح ومسامير، وده كلام جنة. حصل لي كسر في الترقوة، عامله شريحه و7 مسامير، حصل لي كدمات في الجمجمه، حصل لي فقدان في الذاكره لفتره كبيره. انا كان عندي امتحانات في الوقت ده، ما كنتش فاكره ان عندي امتحانات. وده كلام جنة. انا بنتي كانت نازله من فوق العجله، يعني اختها قالت يا ماما دي ماتت وصحت. اقسم بالله العظيم احنا تعبنا بقى واتخنقنا وكفايه. شهد اتوقفت فتره ورجعت كملت حياتها عادي وكانها ما ارتكبتش جريمه. ده فيديو من بطوله قديمه، وشهد قفلت برضو على لاعبه امريكيه ووقعتها، يعني واضح ان الحاجات دي مش جديده عليها. المهم الموضوع بتاع شهد وجنة ده حصل من سنه. طب ايه اللي فتح الموضوع تاني دلوقتي؟ هقول لك يا سيدي. عشان شهد اتكافئت من المدير الفني بتاع المنتخب وهتشترك في بطوله فرنسا وهتمثل مصر. ما فيش بند في الاتحاد الدولي او اللجنه الاولمبيه بيقول ان شهد ما تغيبش في الاولمبياد. تخيل بقى ان واحده بالاخلاق دي تبقى لاعبة تمثل مصر. عموما اغلب الاعلاميين والصحفيين والرأي العام كله رافضين اشتراك شهد في اولمبياد فرنسا وانها تمثل مصر. واخيرا اتحاد اللعبة لقى ان مفيش فايدة وان الناس مش هتسكت، فطلعوا بيان ان شهد تم استبعادها من اولمبياد فرنسا. وفي الاخر طلعت شهد في برنامج تعتذر عن البطولة بعد ما هي استبعدت اصلا. مش عايزين نمثل مصر، ماشي مش هروح اولمبياد. المشكلة ان شهد طالعة في البرنامج بتقول ان جنة هي اللي اذتها. لو مش عيب كنت ابكي وانوح، لو مش عيب كنت ابكي وانوح. احمد رفعت على طريقة جونينيو. ايه حكاية اللاعب احمد رفعت؟ احمد رفعت لاعب شاطر، وكان بيلعب في نادي الزمالك وبعدين في نادي انبي، ولاعب اساسي في منتخب مصر، واخيرا كان بيلعب في نادي مودرن سبورت اللي كان بيملكه احمد شوبير واحمد دياب ومجموعة من رجال الاعمال. والفترة اللي لعبها في النادي ده هي الفترة اللي تعب فيها احمد رفعت. اللي حصل مع احمد رفعت باختصار ان كان ليه فلوس عند النادي، لانه ما خدش منهم غير ربع مستحقاته بس من لعب 4 سنين، واداره النادي رافضه تديله ال3/4 اللي باقيين، وده طبعا مبلغ كبير وشقى عمره زي ما بيقولوا. المهم احمد رفعت جاله عقد يلعب في نادي الوحده في الامارات، ففرح ووافق انه يروح، وقال يمكن ربنا يعوضه هناك. وعشان يسافر كان لازم ياخد تصريح من الجيش عشان هو كان لسه ما خلصش الخدمه العسكريه، وده طبيعي بيحصل مع لاعيبه كتير. اداره النادي قالوا له سافر انت والاوراق والتصاريح تمام وهنخلصها لك. وفعلا سافر احمد رفعت، وهناك اتفاجئ ان عليه حكم بالسجن 2 سنين وهروب من الخدمه العسكريه. حاول احمد رفعت هو واهله يعملوا اتصالات بالمسؤولين عشان يعرفوهم الحقيقه ويلغوا الحكم، لكن الكل اتهرب منهم ومفيش فايده. نفسيه احمد رفعت تعبت قوي ومستواه في اللعب نزل كتير، ونادي الوحده اللي في الامارات فسخ العقد معاه ورجع تاني مصر وتخفف الحكم اللي عليه، واتحبس فعلا 6 شهور ظلم. وبعد ما طلع بفتره في مارس 2024 كان في ماتش بين نادي مودرن سبورت ونادي الاتحاد، وفي اخر دقيقتين من المباراه وقع اللاعب احمد رفعت في الملعب ونقلوه المستشفى، وفاق احمد رفعت بعد مجهود كبير من الدكاتره، وبعد ما وقف قلبه 1.5 ساعة نتيجه جلطه. اتعالج احمد رفعت وطلب يطلع في برنامج عشان يقول ان السبب ورا كل التعب اللي جراله مش من الضغط في لعب الكوره زي ما الناس فاهمه، لكن بسبب تعرضه للظلم وللقهر. وانا جيت قلت لك ان انا اللي حصل لي ده بسبب ضغوط الكوره، يعني بقول لك اي كلام. يعني اللي حصل معايا ما حصلش مش مع لعيب، مع بني ادم. واشار على شخصين من اداره النادي انهم السبب في كل اللي جراله، وما ذكرش اساميهم، بس طبعا كل الناس عارفينهم. ناس مسؤوله عنها، يمكن شخص بعينه او شخصين. للاسف الناس دي ناس مسؤوله في الكوره، مسؤول في البلد. احمد رفعت عمل اللقاء ومات بعدها بايام. ربنا اراد يمد في عمر احمد رفعت لحد ما يطالب بحقه ويفضح الفساد ويفضح اللي ظلموه. احمد رفعت الله يرحمه اتعرض للظلم وما قدرش يستحمل واتقهر ومات بسبب اشخاص مؤذيين عايشين يقهروا ويظلموا في الناس وياكلوا حقهم. كنت منزل حلقه من فتره قريبه اسمها سفاح في حياتك، وكنت بتكلم ان في حياه كل واحد فينا سفاح
قانوني، اللي هو بيأذيك لكن جرايمه ما بيحاسبش عليها القانون، بيقهر ويموت وعايش حياته ولا على باله. هسيب لكم تحت لينك الحلقة كاملة. ملحوظة أخيرة بس مهمة قوي، جنة اتكسرت وتعرضت للأذى وكانت ممكن تفقد حياتها، بس ما حصلش حاجة غير بعد سنة لما شاهد جت تطلع فرنسا، وأحمد رفعت وقع في الملعب وكان هيموت، ولما اتعافى قال إنه كل النادي كانوا عارفين الضغط والظلم اللي هو تعرض له. كابتن هيثم عارف الموضوع، قادر عارف الموضوع، كل الناس في النادي عارفين الموضوع، عارفين اللي حصل بالظبط. لكن برضه ما حصلش حاجة ومحدش عمل له أي حاجة، محدش اتحاسب غير لما مات أحمد رفعت. والسؤال هنا هو ما ينفعش الحق يرجع والظالم ياخد جزاؤه غير بعد فوات الأوان؟ أحمد سعيد وجنة عليوة اتعرفت حكايتهم، لكن في ملايين الحكايات لناس مأذيين محدش يعرف عنهم حاجة. يا ريت نرحم بعض عشان ربنا يرحمنا. المهم ابعد عن اي حاجة تتعبك، وابعد عن اي شخص يأذيك. في حاجات وفي اشخاص خسارتها مكسب. اشتري سلامك وراحتك النفسية، حياتك اهم. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وابقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.